أصدر العاهل المغربي محمد السادس اليوم الأربعاء أمرا بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وأفاد بيان للديوان الملكي بأن ملك المغرب أعطى توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها العاهل المغربي للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.